لم ترتفع راية الاستقلال العربي فور انهيار السلطنة العثمانية، ذاك الاستقلال الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط. فخلال الحرب العالمية الأولى حملت اتفاقيات سايكس بيكو في طياتها ما اتفقت عليه فرنسا وبريطانيا سراً من مناطق نفوذ في المنطقة. من ثم أيدت بريطانيا مبدأ قيام وطن قومي يهودي في فلسطين في وعد بلفور. وخلال فترة مناهضة الاستعمارات والانتدابات الأوروبية في العقود التي تلت، نجحت القومية العربية في حجب موجات التوتر المتكررة في المنطقة إن بين المسلمين السنة والشيعة أو بين المجموعات الإثنية كالأكراد الذين لطالما حملوا مطلب الدولة المستقلة. وأتى إعلان قيام دولة إسرائيل ليطلق شرارة أولى الحروب العربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حول الحدود المتنازع عليها والأراضي المحتلة والمستمر حتى يومنا هذا. إلى ذلك رسم الاعتماد الغربي على النفط في الشرق الأوسط تحالفات سياسية في المنطقة التي تحضن معظم احتياطيات العالم، والشراكة الأمريكية السعودية خير مثال. في العراق قدمت واشنطن الدعم لبغداد خلال الحرب الإيرانية العراقية، إلا أنها ما لبثت أن قادت مع الرياض الهجوم لطرد العراق من إمارة الكويت النفطية خلال حرب الخليج الأولى. وبعد اعتداءات 11 من سبتمبر اجتاحت الولايات المتحدة العراق على أساس أنه يمتلك أسلحة دمار شامل، وغادر آخر الجنود الأمريكيين البلاد بعد احتلال دام 9 سنوات. في ظل جو من عدم الاستقرار، أطاحت التوراة ما عرف بالربيع العربي بعدد من قادة المنطقة لتشهد سوريا انطلاقة حربها الأهلية. تجدر الإشارة إلى أن موجات العنف الطائفية والنزاعات الداخلية وفرت أرضاً خصبة لنمو المجموعات الجهادية كتنظيم القاعدة ومؤخراً تنظيم الدولة الإسلامية.